تسلمت شركة النقل بتونس اليوم الاثنين 14 من أبريل الجاري 80 حافلة نقل حضري كدفعة أولى من مجموع 165 حافلة عادية معدلة على هامش الألعاب البارالمبية الأخيرة بباريس في إطار اتفاقية الهبة الممضاة بين الشركة ومؤسسة إيل دو فرانس موبيليتي والوكالة المستقلة للنقل بباريس RATP بتاريخ 27 من يناير 2025. وستدخل هذه الدفعة حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة في انتظار استلام الدفعة الثانية المتكونة من 85 حافلة لاحقاً. وستمكن هذه الحافلات من تعزيز العرض تجسيماً لسياسة الدولة المتعلقة بتحسين منظومة النقل العمومي الجماعي وخاصة النقل الحضري. وتتميز هذه الحافلات الإيكولوجية بأرضية منخفضة وهي مجهزة أيضاً بمصفاة جزيئات مطابقة للمواصفات الأوروبية أورو 5 يورو 5 وبدرج أوتوماتيكي لتمكين ذوي الهمم من سهولة الولوج إلى الحافلة وتحديداً إلى الفضاء المخصص لمستعملي الكراسي المتنقلة، علاوة على وجود نظام تهوئة 6 فنتيلاتورز ديناميك وتكييف للبعض منها، فضلاً عن نظام مراقبة بالفيديو ونظام تحويل سرعة أوتوماتيكي.